ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة مع بعض ان شاء الله هنعمل احلى طريقة للخلية، هشة وجميلة وخفيفة جدا. بس اهم حاجة، لو اول مرة تشوفيني انا نورة جمال، ياريت تشتركي في القناة بتاعتي وتضغطي لايك وتحطي لي كومنت على ذوقك. اول حاجة معانا للطريقة، معايا كوباية ونص من اللبن الدافي مايل للسخونة شوية، ومعايا 3 معالق من السكر، معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعايا ربع كوباية من الزيت. هقلبهم كويس. لازم اقلبهم كويس لحد ما السكر بتاعي يدوب. ومعايا 3 كوبايات من الدقيق، بنزلهم تدريج كده. بقلب اول كوباية حطيتها مع معلقة من الملح، وبعد كده بقى مع العجين بحط الكوبايات التانية لحد ما الاقيها اتمسكت معايا كده وبقت كويسة. بعد ما قلبتها كده كويس هلمها بايديا لحد ما تبقى بالشكل ده كده كويس. خلاص اتمسكت كلها. اهم حاجة في العجينة ان احنا نصبر عليها شوية، لان دي بتبقى طرية في الاول وبعد كده بتمسك في نفسها في الاخر كده. بعد كده هغطيها بستريتش علشان تاخد الخمر بتاعها لمدة نص ساعة او ربع ساعة لو الجو يعني الجو كويس. ده شكلها بقى بعد ما خدت الخمر بتاعها كده. قعدت معايا ربع ساعة. ههديها كده شوية وبعد كده هشيلها. هقطعها على 4 تربع. اهم حاجة كده نقطعوها قطع متساوية عشان تطلع كلها زي بعضها. هقطع العجينة بقى كلها بالشكل ده. اهم حاجة تكون قطع متساوية. معايا انا هحشيها شوكولاتة وهحشيها جبنة. انا عندي الجبنة دي مش جبنة مثلثات، وهي جبنة بيضة كده، بروح اجيبها من السوبر ماركت. انها مايلة للحدوقة شوية، يعني جبنة حادقة. انا بقول السوبر ماركت كده يعني هو بيجيبها لي بالطعم ده، بتبقى اطعم من الجبنة العادية. بفرد العجينة بتاعتي وبحط فيها الجبنة كده. واهم حاجة ان انا اتأكد انها مقفولة كويس. عجينة صغننة جدا هتبقى في الصينية كبيرة خالص، هشة جامد وجميلة جدا. بكرر الموضوع ده بقى لحد ما اخلص الصينية بتاعتي كلها. العجينة طرية جدا ومش محتاجة اي حاجة بجد. هرص العجين كله بقى اللي انا حشيته في الصينية، بس اهم حاجة ما يكونوش لازقين في بعض، لازم يكون في ايه فراغ كده ما بينهم شوية، عشان هنسيبوها ترتاح كده 10 دقايق. فكل ده هيختمر تاني وهي بقى هتبقى ماسكة في بعضها كله.
شكل الصينية بتاعتي بعد ما خلصتها من العجين. هفرد العجينة تاني، احط بقى فيها الشوكولاتة. العجينة بجد بسيطة جدا وسهلة جدا وطرية وكانت جميلة بجد. هجيب الصينية بتاعتي وهرش عليها بعد ما اختمرت. لو تلاحظوا هرش عليها كده قيمة 3 أو 4 معالق من اللبن. بعد كده هرش عليها السمسم، اختياري لو عايزة عادي، لو مش متوفر عندك برضو عادي. انا بحب السمسم كده كتير فيها. هحطها بقى في الفرن لمدة نص ساعة على درجة نار هادية خالص، وما استعجلش عليها. ده شكلها بعد ما طلع من الفرن، جميلة جدا. لو تلاحظوا انها بتطلع بكل سهولة، السمك بتاعها عالي وهشة جدا، وبجد كانت تحفة. ده الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك.